أيوة، أنا البنت اللي أمها بتكرهها زي ما انتوا سامعين كده. أيوة، أمي بتكرهني طول عمري وأنا حاسة. لا، مش حاسة، أنا متأكدة إنها بتكرهني. هي قالتها لي في وشي كده، ومن قبل ما تقولها بلسانها هي على طول بتقولها بتصرفاتها. كل لحظة، كل ثانية بتبين لي كرهها ليا. تعالوا شوفوا حياتي كده وانتوا هتعرفوا هي ليه بتكرهني، وانا ذنبي ايه في الكره ده كله. انا غادة، عندي دلوقتي 26 سنة، بس حكايتي ابتدت من زمان، من يوم ولادتي. كان يوم جمعة. اما اتولدت ابويا كان فرحان بيا قوي، وامي كانت فرحانة انها هتخلف بنت. لكن كل ده اتغير اول ما امي شافتني. ممكن ناس فيكم تفتكر ان شكلي وحش او فيا عيب، لكن ابدا، انا شكلي حلو بشهادة كل اللي شافني. لكن المشكلة اني طالعة شبه عيلة بابا، واخدة كل الشكل من جدتي وعمتي. نفس لون البشرة، العين، الشعر، كل حاجة، كل حاجة زيهم. وعشان أمي كانت بتطيق العمى ولا تطيق جدتي وعمتي، فطبعا أنا بقيت في نفس مكانة جدتي وعمتي في قلب أمي، تطيق العمى ولا تطيقني. ومن ساعتها وأنا في عذاب، كل يوم أكبر فيه كره أمي يكبر معاها، لحد ما بقيت شبه عمتي جدا. وفي يوم وأنا في الابتدائية طلعت النتيجة ونجحت، وكنت فرحانة قوي. وجريت على البيت، لقيت أبويا وقلت له: بابا بابا، أنا نجحت وجبت درجات نهائية في كل المواد. ألف مبروك يا حبيبتي، أنا كنت متأكد إنك هترفعي راسي. حبيبي يا بابا، أنا فرحانة قوي إن أنا فرحتك. قولي بقى، إيه الهدية بتاعتي؟ اللي تأمري بيه هيكون عندك. حيلك حيلك، هي السنيورة نجحت في الثانوية ولا اخترعت الذرة وأنا معرفش؟ دي لسه في الابتدائية، وأي عيل فاشل بينجح فيها. يلا يا ست هانم، ادخلي روقي الأوض وخلصي الغسيل اللي في الحوض، وشغلي الغسالة واغرفي الأكل. بقى هي دي كلمة مبروك اللي تقوليها للبنت؟ انت مفيش فايدة فيكي أبدا. كفاية عليها إن أنت قلت لها مبروك، هي مش ثانوية عامة يعني، خلاص خلصت. أنا بجد تعبت منك، ومش عارف انت هتفضلي تعاملي البت دي كده لحد امتى. ارحميها بقى وارحميني، دي بنتك. ما أنا عارفة، للأسف عارفة إنها بنتي، وأنا قلت لك هي بنت الجيران. طيب خديها في حضنك، حبيها. هي مالها؟ ما وشها زي القمر. هي كل ذنبها انها شبه امي واختي. هما عاملين لك ايه بس؟ حتى لو بتكرهيهم، دي بنتك انتي، حته منك. هو احنا كل لما نقعد هتتكلم معايا في الموضوع ده؟ خلاص بقى، انا تعبت. مفيش فايده، بس انا هقولك على حاجه. انتي اللي هتخسري. بنتك دي اما تكبر شويه مش هتبقى بتحبك، ولا هتبقى عايزه تشوفك. هتفتكر كل لحظه حسستيها فيها انك بتكرهيها. انتي اللي هتندمي. وده موقف واحد من اللي أمي بتعمله، مش بتفوت فرصة إلا لما تحسسني بكرهها ليا. وعدت الأيام، وفي يوم حصلت حاجة غيرت كل حياتي. كنت في الإعدادية ورجعت لقيت البيت زحمة وناس كتير. ساعتها عرفت إن أبويا مات وسابني لوحدي. أمي بقى ما توصتش بعد وفاة أبويا وأيام العزا، منعت كل أهل أبويا ييجوا، وطبعا أولهم جدتي وعمتي. وافتكرت إنها تتغير وهتحن عليا، لكن للأسف اللي فيه طبع ما يغيروش. بقت تكرهني أكتر وأكتر، وتشغلني في البيت زي الخدامة. وعشت ورضيت بنصيبي، وعدت الأيام وكنت لوحدي ومفتقدة أبويا جدا. وبقيت بقضي معظم وقتي على النت بتعرف على ناس، بس برضو كنت مفتقدة إحساس الأمان والحب. وللأسف ما لقيتوش في البيت. وفي يوم لقيت جايالي رسالة على النت بطلب صداقة من أكاونت واحدة، بس برضو قلت اتأكد وادور، علشان اليومين دول الولاد بيعملوا اي حاجة عشان يضحكوا على البنات. وفعلا دخلت على الاكاونت واتأكدت انها بنت،
وبقينا نتكلم كل يوم، وبقيت أحكي لها كل حاجة عني، وهي بتسمعني بكل اهتمام وحب، وما كنتش أعرف اللي مستنيني. بقيت طول النهار والليل قاعدة بتكلم معاها في كل حاجة، في كل حاجة تخصني، في أدق تفاصيلي، في حاجات المفروض أمي اللي تتكلم معايا فيها. ووصلت لدرجة إني ما بقتش قادرة أستغنى عنها، بقت محور حياتي، وما بقاش يهمني أمي خالص. وللأسف برضو أمي ما كانتش بتحاول تتكلم معايا، ما صدقت إنها تخلص من زني عليها، وفرحانة جدا إنها ما بقتش تشوف وشي. وبعد كده لقيتها ما بقتش تكلمني ولا بترد عليا. فترة كنت هتجنن عشان أكلمها وأوصل لها. هي كانت ذكية وعارفة تتحكم فيا إزاي وتحركني إزاي. وبعد شوية لقيتها رجعت تكلمني وقالت لي أصل كان عندي ظروف، وطلبت مني إني أروح أزورها في شقتها لأن أهلها مسافرين وهي تعبانة وقاعدة لوحدها. فطبعا وافقت ورحت لها البيت. قعدت تتكلم معايا وقعدنا نتكلم كتير، وقدمت لي عصير. وقتها ما حسيتش بنفسي غير وانا في أوضة ونايمة على السرير. قمت حسيت اني تعبانة قوي وفي حاجة مش مظبوطة، واكتشفت اني للأسف فقدت أغلى حاجة أي بنت تملكها. قعدت اصوت واعيط وانادي عليها واقول لها انت فين؟ عملتي فيا ايه؟ ايه اللي انت عملتيه فيا؟ ايه يا بت، ما توطي صوتك، ايه الهليله اللي انت عاملاها دي؟ اسمعي بقى اللي بقولك عليه ونفذيه بالكلمه. انت هتعملي كل اللي انا عايزاه، يا اما هفضحك بالصور. صور؟ صور ايه اللي انت بتقولي عليها؟ انت عملتي فيا ايه؟ مش عارفة صور ايه؟ صورك مع حبيب القلب يا حبيبتي، وفيديو كمان. حبيب القلب اللي كنت في حضنه من شوية جوه. حرام عليكي، انتي عارفة ان كل الكلام ده ما حصلش. انتي عملتي فيا ايه؟ حرام عليكي، انا امنتك وانتي غدرتي بيا. انا اعتبرتك صاحبتي واختي، حرام عليكي. لا بجد، ما تبطلي يا بنت الشغل ده، شغل المسكنة والحب والعطف. بقالي كتير مستحملاكي، محتاجة حنان وحب وعطف. أكونش أمك ونسيتك؟ بطلي بقى وفوقي كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مش مسامحاكي ومش هسكت، مش هسكت عن حقي. أنا هفضحك في كل الدنيا وهقول عليكي إنك بتعملي إيه. بجد خوفتيني. لو النبي، لو النبي خفت. لا افضحيني، وريني هتفضحيني ازاي. وقبل ما تتكلمي هتكوني انت اللي مفضوحة. الفيديو والصور على كل المواقع، ويلا بقى ابو بلاش كتر منه. بصي بقى، عشان انت صدعتيني ووجعتي دماغي، انا بقولك اهو، هما يومين بالعدد، التالت تكوني عندي هنا. عندنا شغل، يلا مش عايزين عطلة. اتفضلي اطلعي بره. ساعتها ما بقتش عارفة اعمل ايه، اتصرف ازاي. اسمع كلامها وامشي في الغلط، ولا ارفض واتفضح واشوه سمعتي ومستقبلي يضيع. ماما، من فضلك انا محتاجة اتكلم معاكي في حاجة مهمة قوي، ارجوكي اسمعيني لو لمرة واحدة في حياتك. اتفضلي يا ستي اتكلمي، بس من غير مقدمات. نعم. ماما، انا واقعة في مشكلة جامدة قوي، مشكلة جامدة هتضيع كل مستقبلي، ومش عارفة اعمل ايه، ومليش حد غيرك. ارجوكي اسمعيني. ما طبعا اكيد مشكلة، ما هي كل المصايب تجيلي بتبقي فرحانة قوي وانتي بره، تجيلي هنا تجيبيلي الغم والمصايب. بصي انا دماغي وجعاني، مشاكلك حليها لوحدك، انا تعبت وقرفت. يا رب اخلص منك زي ما خلصت من ابوكي، ابعدي عني بقى. طبعا بعد اللي سمعتوه ده ما قدرتش اتكلم معاه، حسيت ان الكلام ملوش لازمة. ساعتها فكرت اروح لاهل ابويا، ورحت لهم. بس للاسف اما رحت ما حسيتش انهم اهلي، اني ممكن اتكلم معاهم. حسيت نفسي غريبة ومش هيفهموني. مشيت وما بقتش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. ماليش حتى صاحبة تنصحني، ولا حد امين يقولي اعمل ايه.
بجد موضوع صعب. ازاي ام توصل بنتها انها تدور على الامان والحب بره؟ ازاي توصل لها مشاعر الكره دي؟ لازم تخلوا بالكم على بناتكم. البنت لازم تحس بالحب والحنية والاهتمام في بيتها. لازم سرها يكون مع أمها. والكل أم، خدي بنتك في حضنك، احتويها. لو عملت حاجة غلط فهميها، مش تضربيها. البنت لو ما لقتش الاهتمام والاحتواء في بيتها هتدور بره، وهي وحظها هيقع في ولد يضيع مستقبلها أو في بنت تهد حياتها. والكل ست، مش معنى انك بتكرهي اهل جوزك يبقى تكرهي ولادك فيهم، او تكرهي ولادك لو طلعوا شبههم في الشكل او الصفة. دول اهلهم وحمايتهم. وبكده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش حكاياتنا. استنوني في قصة جديدة. بحبكم.